بالكعب. حلوة الفريدي داخل منطقة الجزاء للهلال، وأول أهداف في المباراة عن طريق رادوي. يتقدم ويغيرون المود شوي، يتقدم ويعدلون مزاج جمهورهم شوي، يتقدم ويعلن عن أول أهداف المباراة للهلال. أول أهداف المباراة في أول كرة فيها هاتف داخل الجزاء لفريدي. مشت الكرة أحمد علي هيأها لرادوي، كانت مقصودة ولا مو مقصودة؟ في النهاية الكرة وصلت لرادوي سهلة تماما. عويض العامري لم يحسن التعامل معها. الهلال يتقدم بأول أهداف المباراة في الدقيقة 51 من عمر المباراة. هدف الآن عن طريق رادوي باليسار على غير العادة، هي تقليص. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطرة فيصلية أمام المرمى، وهدف التعادل لعيال حرمة. يفجرون المفاجأة المدوية عن طريق وصل الذويبي. ذوب الهلاليين لم يتعظوا إلى أن أتت كرة اللاعب وصل الذويبي. الآن تعلن عن عودة الفيصلي للمباراة 1-1، ويا لها من مفاجأة. لا مدرب معهم ولا أجانب معهم، والغياب فريدي محياني بيلعبها. السلام يا عيسى. لما يعطونا الفرصة ويشارك يسجل، دائما يثبت انه عنده حسن الظن. المحياني لما يعطونا فرصة يستغل كل فرصة ويسجل يا كالديرون. الآن الهدف الثاني للهلال. 2-1 عن طريق عيسى المحياني بكرة ثنائية جميلة، هات وخذ بينه وبين الفريدي، وضعها في المرمى بلعبة لاعب مهاجم هداف. شوف وين ركنها وين حطها. هذه إمكانيات لاعب كبير اللي هو عيسى المحياني، يتألق من خلال اللقطة الماضية ويسجل الهدف الثاني الآن لمصلحة الهلال. 2-1 هدف ثاني للهلال عن طريق عيسى